أهلا بيكم في برنامج خربشة فنية مع مروة. خربشتنا عن أغنية بسبوسة. الأغنية أنتجت عام 1963 لتعرض في فيلم زقاق المدق. الأغنية كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبسبب طول الفيلم تم حذف الأغنية، واختارت الفنانة شادية أغنية نو يا جوني نو من ألحان الموسيقار محمد الموجي، وده كان سبب في غضب الموسيقار محمد عبد الوهاب وحدوث قطيعة ومشادة كلامية بينه وبين الفنانة شادية. وبعد 10 سنوات تم إذاعتها في الإذاعة المصرية عام 1972، وعرضت في فيلم وادي الذكريات عام 1981. لكن غالبية المصريين عرفوا الأغنية من المطربة الصينية تشو مينغ يانغ، واللي غنت بسبوسة في الثمانينات مع فرقة موسيقية وكورال صيني. الأغنية كانت بتذاع في التلفزيون المصري بصوت المطربة الصينية. بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة ولا أحلى ويتي وقبلتي وبغيت أدوسة. استنوني في خربشة فنية جديدة مع مروة.